اكتر موبايلين عليهم طلب في السوق، عايزين كاميرات حلوه، عايزين افضل تصميم، صدمات، خبطات، وقوع، شقلبات، يكمل معاك. تصوير فيديو 4K خلفيه وسيلفي، مش هيقولك لا. سطوع اعلى في واحد فيهم مع كاميرا زوم، والتاني بيدعم مقاومه ميه. كل التجميعه دي في موبايلين، الاوبو رينو 12 5G والاونر 200. هنعمل مقارنه بسيطه، مميزات وعيوب باختصار بدون تحيز لاي واحد فيهم. ونختصر معاكم طارق مجدي، لايكك اللذيذ واشتراكك الجميل، ويلا نبتدي. ممتازين وبيقدموا تجربة حلوة بدون أي مشاكل، بس فضلت أكتر أونر، وهنعرف ليه في جزء السوفت وير. مع سرعة وسلاسة في الحركة بفضل التردد ال 120 هرتز في الاتنين، مع معالج مقبول في سعرهم. أونر بينزل بسناب دراجون 7 جين 3، ورينو 12 بينزل بالدايمنستي 7300 انرجي. قريبين من بعض بس في فرق بسيط لصالح أونر على انتوتو، حوالي 60000 نقطة. من التجربة الممتازة ننتقل للألعاب مع 60 فريم ببجي في الاتنين، أتمنى ينزلوا ب 90، يعني المعالج يستحمل، مش هيقولك لا. مع تجربه صوت ستيريو هتعجبك في الاثنين. من الصوت تعالوا ننتقل للشاشه اللي قدمت لي تجربه حلوه في الاثنين، بس خلينا نتكلم عن اونر الاول. فهي اموليد مقاس 6.7 انش، جوده 1.5K، والسطوع 4000 شمعه، مع طبقه حمايه من نوع غريب شويه واسم اغرب، الومنيو سيليكيت جلاس. طبعا مش هقول لكم قعدت قد ايه عشان احفظ المصطلح الجميل ده. اما الرينو فهي اموليد مقاس 6.67 انش، جوده فول اتش دي بلس، وخلي بالك هنا السطوع 1200 شمعه بس، وطبقه الحمايه من نوع جوريلا جلاس 7 اي، والاثنين ممتازين في التحمل. ولو لاحظت الفرق بينهم فهو في 3 حاجات بس، 2 في الاونر هما السطوع والجوده الافضل، وطبقه الحمايه مختلفه في الاثنين. ومن الشاشه تعالوا ننتقل للتصميم. لو سالتني مين افضل تصميم فيهم هكون محتار شويه، بس هفضل الرينو 12 برغم ان الاونر حلو برضو، لكن الافضل في تصميم الكاميرات هو الاونر، ولسه هنتكلم عن كل واحد فيهم في جزء الكاميرات. لو سالتني مين وزنه اقل فالرينو وزنه 177 جرام، عكس الاونر 187 جرام، فرق 10 جرامات بس بينهم، مع سمك متقارب جدا. في الاونر 7.7 مللي، وفي الرينو 7.6 مللي. ممتازين في الاستخدام لفترات طويله، بس افضل رينو اكتر. بص النقطه الجايه دي هيحبها مستخدمي الرينو جدا، فهو بيدعم مقاومه ميه معيار اي بي 65، لكن اونر مفيش كلام رسمي عن دعم مقاومه ميه او رذاذ. والاثنين بيدعموا شريحتين نانو 5G، لكن اونر بينزل بنسخه زياده، شريحه واحده نانو وشريحه اي سيم، وواي فاي 6 زي بعض، لكن اونر بينزل ببلوتوث 5 و3، والرينو 12 بلوتوث 5 و4، وبيدعموا NFC واي ار بلاستر في الاثنين. هتلاقي موقع كاتبه ان اونر مش بيدعم، ما تنخدعش بكلام. ومن التصميم ننتقل للسوفت وير مع واجهه اونر الماجيك او اس 8، ممتازه جدا مع ميزات اقرب للايفون زي الماجيك كبسول بديل الدايناميك ايلاند، والماجيك بورتال بقت موجوده بشكل مختلف شويه في الريلمي حاليا، فبيديك تجربه ممتازه جدا مع سلاسه في الحركه والتنقل اكتر من الرينو كمان. اما الرينو 12 فبينزل لك بواجهه الكالر او اس 14 1، اتكلمنا عنها كتير قبل كده، مع المميزات الجديده زي تغيير الخلفيه والهدوم والحاجات دي، مع سرعه في الحركه والتنقل وفتح وقفل التطبيقات بمساعده المعالج والتردد العالي والسوفت وير. في وجود اندرويد 14 بيقدم لك تجربه متكامله في الاثنين، لكن هفضل اونر اكتر. وما تنساش يا صديقي وانت معدي اللايك والاشتراك وزر الجرس واي كلمه حلوه تشجعني. استمر، عاش، برافو، جامد، الكلام ده مش هوصيك، وكفايه كده. ويلا نشوف الكاميرات. وهم الثلاث كاميرات في الاونر الاساسيه 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري، الثانيه 50 برضه زوم لحد 50 اكس وبرضه فيها مثبت بصري، والاخيره 12 ميجا الترا وايد. والرينو برضه الثلاث كاميرات الاساسيه 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري، والثانيه 8 ميجا الترا وايد، والاخيره 2 ميجا ماكرو. مفيش زوم هنا في النسخه العالميه، هتلاقيه بس في النسخه الصينيه. الاثنين بيقدموا تجربه ممتازه في الصور مع تفاصيل واضحه، لكن اونر افضل واوضح خصوصا في المسافات والزوم. كل ما تزود هتحس رينو بيفقد تفاصيل كتير، عكس اونر محافظ على التفاصيل. ابسط مثال الصورتين دول عند 2 اكس مش هتلاحظ فرق غير درجات الوان اغمق في اونر. توصل عند ال 10 اكس هتلاقي الرينو عباره عن رسمه مش واضحه كانها متصوره بتليفون نوكيا في التسعينات، عكس الاونر مطلع تفاصيل محترمه وواضحه سواء للقطه او الزرع، حاجه كده محترمه جدا. طبعا واضح مين الافضل كتفاصيل والوان، مش محتاج اوضح اكتر من كده. الصورتين دول تحديدا موضحين فرق واضح جدا في التفاصيل بين الاثنين بفضل الكاميرا الزوم في الاونر، انت هتلاحظ الفرق بنفسك. ودلوقتي جه الوقت نعرف مين ملك البورتريه الحقيقي. فصراحه فضلت تفاصيل اونر في العزل افضل في تحديد تفاصيل
الوش والشعر، لكن تحليل الالوان زياده شويه، دايما هتحسها اغمق شويه عن الطبيعي لكن كتفاصيل محترمه جدا. وطبعا واضح الفرق في تفاصيل الوش، واضح مين الافضل، هسيبك انت تختار في الكومنتات. وفي نايت مود هتلاحظ ان الرينو فاتح في الاضاءه، مطلع تفاصيل افضل شويه، لكن اونر غامق برغم انه موضح تفاصيل النور كويس. لكن تصوير الفيديو ممتاز في الاثنين، بيصوروا فيديو 4K 30 فريم. فضلت اونر اكتر في تحليل الضوء والعناصر زي السور والزرع، افضل كتير من الرينو 12. والاثنين ثابتين في الحركه، بس تحس ان رينو بيتهز شويه، مش قاري العناصر كفايه. ركز على الصور وهتلاحظ بنفسك. وفي الزوم عارفين مين هيتفوق، الاونر طبعا هو مش الافضل بس مقبول مقارنه بالرينو. في النايت مود هختلف معاك شويه، اونر محلل العناصر والضوء افضل من الصور، تحسهم عكس بعض. في السيلفي خلينا اتكلم عن اونر لوحده عشان اديه حقه، فهو كاميرا واحده 50 ميجا بكسل، طلع صور محترمه حتى في العزل، محدد تفاصيل الجسم كويس، الوان مظبوطه، تفاصيل واضحه. برضه بتصور فيديو 4K 30 فريم، ثابت كفايه في الحركه وتفاصيله مقبوله. لكن رينو 12 بينزل بكاميرا 32 ميجا بكسل، مقبوله في الصور لكن مش افضل حاجه في العزل. وبرضه بيصور فيديو 4K 30 فريم، مقبول في التفاصيل لكن مهزوز في الحركه، مش هيكون افضل وانت بتتحرك. وما تنساش ان اونر فيه وضع هاركورت في العزل، وبيطلع صور ابيض واسود زي الافلام القديمه، ميزه تحترم. ومن الكاميرات تعالوا ننتقل للبطاريه، فالاتنين ممتازين وقريبين من بعض في الاستخدام. لكن اونر 5200 ملي امبير ورينو 12 5000 ملي امبير، مع تفوق لاونر لانه معاه الشاحن ال 100 واط وافضل من رينو 12 ال 80 واط بس. ومتوسط مده شحن الاتنين تقريبا 45 دقيقه. ومن البطاريه تعالوا ننتقل للرامات اللي بتنزل باقل تردد في رينو 12 2133 ميجا هرتز مع رام 8 و12. واونر بينزل بتردد اعلى 3200 ميجا هرتز مع 3 انواع 8 و12 و16. ومساحه التخزين من نوع UFS 3.1 في الاثنين، ونوعين زي بعض 256 و512 جيجا. ورينو 12 فيه ميزه انك تقدر تركب له كارت ميموري مكان شريحه من الاثنين، فدي ميزه تحترم جدا. ومن الرام ومساحه التخزين عايزين نعرف الموبايلين دول يستاهلوا تشتريهم فعلا ولا لا. باختصار عجبني في الرينو 12 تصوير فيديو 4K بالخلفيه والسيلفي، الشاشه جميله كالوان وتفاصيل، تصميم الظهر افضل من اونر، وجود مقاومه مياه، تصميم يستحمل الصدمات، تقدر تركب له كارت ميموري، الصوت ستيريو، وجود IR بلاستر. لكن ما عجبنيش تصوير الفيديو بالسيلفي، مهزوز جدا. تصوير الفيديو في النايت مود مش الافضل، تحليل الضوء في الكاميرات مش الافضل خصوصا الفيديو، جوده الشاشه والسطوع قليلين في سعره، مفيش كاميرا زوم. وفي اونر عجبني الوان الكاميرات والتفاصيل والعزل خلفيه وسيلفي محترم جدا. تصوير فيديو 4K بالخلفيه والسيلفي زي الرينو، وجود كاميرا زوم افضل في تصوير الفيديو بالنايت مود، يستحمل معاك في الصدمات زي الرينو، الصوت ستيريو، بيدعم شريحه اي سيم، جوده الشاشه افضل وسطوع اعلى، شاحن اكبر، السوفت وير افضل. لكن ما عجبنيش ان وزنه اتقل من الرينو 12. الصور في نايت مود مش الافضل، ما بيدعمش تركيب كارت ميموري. وبالرغم من كل ده فالاتنين ممتازين جدا وينافسوا في سعرهم في اهم نقطه وهي الكاميرات والعزل. وانت اكيد دلوقتي عرفت مين هو ملك البورتريه الحقيقي، اكتبه في الكومنتات وقول لي انت فضلت مين فيهم وليه. وما تنساش تكتب لي اي كلمه حلوه تقديرا للشغل الجامد ده، واللايك واشتراك والحاجات دي، وادعي لي القناه تكبر عشان ابتدي اوزع هدايا ومسابقات ولايفات. في شغل جامد هيتعمل ان شاء الله قريب. بما اننا قربنا من ال 10000 فانا هجهز مسابقه ان شاء الله اول ما نوصل وتوزع فيها هدايا. هديكوا اول هديه منهم وهي هتكون موبايل ان شاء الله، وفي هدايا تانية مش هقولها يعني، خليها مفاجاه احسن. ولازم تنورنا الاربع منصات فيسبوك يوتيوب انستجرام تيك توك، نكون اسره مع بعضينا ونكبر اكتر باذن الله. دمتم بافضل حال، سلام.